وممكن ما استجيبش لعده اسباب، من ضمنها يكون انا بدخن، من ضمنها يكون احيانا في حساسيات صعبه العلاج ودي من الانواع الجديده اللي ابتدينا نشخصها. ممكن يكون هو ما عندوش المستقبلات الخاصه بالدواء الفلاني، يبقى ممكن انا اخد دواء للحساسيات ممكن ما يفيدنيش وممكن يضرني. ممكن يكون عندي حساسيه له واحد، ممكن يكون انا ما عنديش المستقبلات الخاصه بيه. يبقى لازم اراعي ويكون في متابعه. احنا قلنا استراتيجيه، اول حاجه في شراكه بيني وبين المريض. نمره اتنين ان يكون في تحديد عوامل الخطوره. احنا قلنا السمنه، برضو لازم اشوف هو بياخد الدواء بيستجيب ولا ما بيستجيبش. عدم استجابه المريض معناها انه ما خدش الدواء مش مظبوط، الدواء عايز تغيير، ما عندوش المستقبلات اللي تستقبل هذا الدواء. يبقى ما نحرجش ولازم نعترف ان المريض على حق دايما. لازم اما اديله الدواء يتحسن، اذا ما تحسنش هناك خلل ولازم اكتشف بسرعه نقاط الخلل. عشان كده لازم المريض يجي في الاستشاره مره واثنين وثلاثه، ولازم اتابعه عشان اعرف حكايته ايه وهو اتحسن ولا لا. حتى لو اتحسننا بالنقاط انا بكون مبسوط. بعد كده التقييم. يبقى التقييم، العلاج بتاعي مش هيستمر على طول، لازم انا اقيم ايه العلاج اللي هشيله وايه العلاج اللي هستمر عليه وايه علاج الازمات وايه علاج الوقايه.